وتبدأ قصتنا بشاب اسمه تيب وهو راكب الموتوسيكل بتاعه مخنوق وبيعيط، وده لأن والدته لسه متوفية من شوية، وبيفتكر كلامه مع أبوه لأنه كان مقصر معاها وما كانش بيحبها، وعشان كده بيتهم إن هو سبب في موتها، وده لأنه حتى اتأخر عليها في آخر لحظاتها في الحياة، وده لأنه كان مشغول في اجتماع عنده في الشركة، وأثناء ما هو سايق ومش مركز في طريقه تظهر بنت اسمها كيو قدامه وهي بتعدي الطريق، وعشان يفاديها وقع، ولما راحت تطمن عليه شدوا مع بعض لأنه قال لها إن هي اللي غلطانة، ومع ذلك طلعت منديلها وربطت له إيديه، ولما حاولت تنصحه إنه يمشي براحته ما يجريش اتعصب عليها وهانها ووصفها بالعواجيز وسابها ومشي هما الاتنين مخنوقين من بعض، وهو اساسا لاعب كره طايره في الجامعه، وبعد الماتش اتفاجئ انها موجوده معاه في نفس الجامعه، فاول ما شافها رماها بالكوره فشدوا مع بعض تاني، ولانه هزقها تاني فضربته بالكوره، وكيو بنت وحيده وملهاش الا والدتها وبتشتغل جنب الجامعه عشان تساعدها في مصاريف البيت، وده لان والدتها تعبانه بس دايما بتحاول انها ما تبينلهاش، بس للاسف ما قدرتش تقاوم التعب واغمى عليها فاخدتها بسرعه وطلعت بيها المستشفى، وتيب لما رجع البيت احتفظ بالمنديل بتاعها، وجاله والده وطلب منه ان هو يشتغل معاه في شركته، وده لان هو وارثه الوحيد والشركه هتكون بتاعته في المستقبل، بس تيب رفض يروح معاه وقال له عمري ما هكون زيك وهضيع عمري كله في الشغل لدرجه ان انا ممكن انسى عيلتي وحياتي عشان الشغل، واول ما ابوه عرف ان سافي المستشفى راح لها على طول، وهي اول ما شافته داخل عليها اتصدمت وقالت لكيو ان ده صاحب والدك، فكيو فرحت جدا بس والدتها تحس انها قلقانه من حاجه، وكيو كانت فرحانه بيه لانها ما شافتش ابوها، لانها قالت لها ان ابوها مات لما كانت حامل فيها، ولانه صاحبه فسالته عن صوره لابوها لان امها كمان معهاش صور ليه، وهي كل امنيه حياتها انها تشوفه، وكل ما بجيب سيرته قدامها بتزعل، وبالفعل والدتها عيطت اول ما جابت سيرته، وهو برضه ما قالهاش حاجه عن ابوها، وقال انا بحسده ان والدتك لسه بتحبه، ولما خرجت كيو سابتهم اترجى سان انها تروح تعيش معاه عشان يخلي باله منها ومن كيو، ولانها مريضه سرطان في الدم وخايفه على بنتها من بعدها فوافقت، وكيو راحت الجامعه تاني وهي زعلانه عشان والدتها، بس تبقى عيل مستهتر اول ما شافها رزعها بالكره في دماغها، بس هي فيها اللي مكفيها ومش قادره تتكلم فادت له الكره من غير ما تشتمه، فاستغرب جدا انها ما شتمتوش لانه مش متعود منها على كده، وبقى طول الوقت قاعد ومركز معاها، واول ما شافها قاعده لوحدها فضل رايح جاي قدامها عشان يلفت انتباهها، بس هي ما عبرتوش لانها قاعده بتفكر في امها، ولانها عجبته فحب ينكشها تاني، وعشان كده برضه هدفها بالكوره، ولا ايه رايك ما تيجي نلعب سوا، فوافقت ولعبت معاه، ومش بس كده ده خدوا على بعض جدا، وهما الاثنين كانوا طايرين بالسعاده هما بيلعبوا مع بعض، وراجع البيت وهو مبسوط، وحتى لما اتزحلق وقع على الارض ما زعقش للخدامه زي ما هي متعوده منه، لدرجه انها استغربت انه بيضحك اساسا لانها طول الوقت شايفاه كشر ولو بوزه، ودخل اوضته وهو في قمه السعاده وهو عمال بيفتكرها لما كان بيعلمها ازاي تلعب، وتاني يوم اتفاجئ انها جايه عندهم البيت، والاغرب كمان ان ابوه يعرفها، وكيو اول ما شافته اتفاجئت هي كمان، وصدموا اكتر لما قالوا نساها هتكون مراتي وكيو هتكون اختك، ولان تيب كان بيحب والدته جدا فاتصدم ان ابوه هيتجوز واحده تانية، واتعصب على ابوه قال له ده والدتي لسه دمها ما بريتش، فما صدقت رحت جبت زوجه جديده ومش بعيد كنت على علاقه بيها لما كانت والدتي عايشه، وعشان كده طول الوقت كنت كاره والدتي، ونسى اعجابه خالص بكيو، وقال له دي اكيد بنتك اللي جت من الحرام، ولانه هان كيو هان والدتها فابوه اتعصب عليه وضربه بالقلم، وقال له دول من النهارده هيعيشوا معاك في البيت فلازم تحترمهم، فقال لهم هو مخنوق منهم الاثنين اقعدوا براحتكم بس استحملوا بقى اللي هيتعمل فيكم، ومنديلها اللي كان محتفظ بيه رماه في الزباله، ولما ابوه راح يفرجهم على اوض نومهم اتفاجئ ان ساعه هتنام معاه في نفس الاوضه لانه عاش عمره كله والدته ما كانتش بتنام معاه في نفس الاوضه، فزعل جدا وزادت خنقته، وبقى طول الوقت عايز يسيب البيت ويمشي لانه مش طايق وجودهم في البيت، ولما عرف انها شغاله في كافيه مشي وراها، ولما اصحابه راح لها فاتصدمت اول ما شافته داخل عليها، ولانها عاقله وراسيه فاتعاملت معاه كاي زبون عادي، وسالته على طلباته فقال ادبه عليها وقال لها عايز اشتريكي، فبكل هدوء قالت له طلبك مش عندنا، وعشان يعصبها قال لها عايزك تجيبي لي الطلبات بنفسك، ولما راحت تديله الطلبات اللي طلبها رخم عليها اكتر وكل شويه يطلب منها حاجه، ولما لقاها بتتعامل معاه بكل هدوء استفزته، وبكل قله ذوق وعلو صوته قال لكل الموجودين في الكافيه ان والدتها على علاقه غراميه بوالده، وكمان قل ادبه عليها اكتر وقال لها ما تسيب الجامعه واعملي زي والدتك، شوفي لك راجل غني يصرف عليكي، فتعصبت عليه وضربته بالطبق في وشه، ولانها اهلته قدام الكافيه كله وهو زبون وهي موظفه طلب من اصحاب الكافيه يطردوها والا هيبهدلهم، فخافوا على سمعه المكان وطردوها، ولما طلعت من الكافيه لقيته مستناها بره وهددها تاني انها تسيب البيت وتمشي، فقالت له انا مش خايفه منك، واي نعم طردتني من الشغل بس عمري ما هسيب البيت ابدا، فقال لها طب استعدي بقى للايام السوداء اللي هتشوفيها، ولما رجعت البيت وشافت الموتوسيكل بتاعه قلقت، ومع ذلك لما ابوه رجع من الشغل وشافها ما قالتلوش اي حاجه من اللي حصلت، ولما بيت شافهم داخلين مع بعض اتخنق منه وقال له ما انت بتعرف تيجي من الشغل بدري اهو، ودخل عليهم في المطبخ برضه هم شغالين ورماها بالكوره لدرجه ان الميه السخنه كانت تحرق ايديها، فقالت له برضه مهما تعمل مش خايفه منك، ولما حاولت والدتها تدافع عنها كان هيضربها هي كمان، فابوه دخل عليه وزعق له وطلب منه يعتذر لهم على اللي عمله، بس بيت رفض يعتذر لهم وقال له مش هعتذر لهم حتى لو موتني من الضرب، فما رضاش يضربه لما سالت له ما تضربوش، فتعصب اكتر على والده وقال له ده انت عمرك ما سمعت كلام والدتي ودلوقتي جاي تسمع كلام واحده زي دي، وسابه ومشي وهو مخنوق، فبتروح وراه عشان يعتذر لها ويعتذر لوالدتها، بس هو بيرفض وبيقول لها انت من النهارده عدوتي، فبترجع تاني لوالدتها المريضه وهي حزينه لانها مضطره تستحمل غتاته ورخامته، لان للاسف مرض والدتها خطير وهي معهاش فلوس تصرف عليها،
وبترجع اوضتها وتقعد تعيط وبتحاول تدوس على نفسها عشان تتحمل عشان والدتها. وبنشوف تيب برضه في نفس اللحظه وهو بيعيط لما افتكر والدته وهي بتموت، وهو بيتوعد لكيو وبيقول لها من النهارده انت والدتك اعدائي. وتاني يوم والده احتفل بعيد ميلاد كيو، والخدامه قالت لها النهارده كمان عيد ميلاد بيت، فقالت لها لو كنت اعرف كنت اخرت نفسي شويه عنه. وفي نفس اللحظه بيت راح عند تمثال والدته وبيحتفل معاه بعيد ميلاده وهو حزين زي ما هو متعود يحتفل معاها كل سنه، ولانها حابه تخف التوتر اللي بينهم شويه فعملت له تورتيه بنفسها. ودي واحده زميله بيت في الجامعه وبتحب حب من طرف ثالث لانه اساسا لا بيطيقها ولا شايفها قدامه. ولما قدمت له هديه في عيد ميلاده فخد الهديه وهو مخنوق وقال لها ما كانش لازم تكلفي نفسك لانه بالنسبه لي يوم زي اي يوم. لا ومش بس كده، ده حجزاله كمان طاوله في مكان صعب الحجز فيه، بس هو برضه فضل حزين ومش فارق معاه. ورجع البيت وهو مخنوق لانه فكر ان والده اساسا نسي عيد ميلاده، بس اتفاجئ بكيو طالعه له بالتورته وابوه كمان معاها وبيقولوا له كل سنه وانت طيب. فطار من السعاده اول ما شاف كيو وطفى الشموع كمان بنفسه، ولان ابوه حس انه كان مقصر معاه قبل كده جاب له كمان هديه في عيد ميلاده وقال له ان النهارده كمان عيد ميلاد كيو. وهنا بقى كانت الصدمه بالنسبه له لانه اتصدم ان نفس الهديه بتاعته هي نفس هديه كيو، فالفرحه بتاعته اتحولت لغم وقال لها الكيكه حلوه بس كلها انت، وخد الكيكه منها ولزقها في وشها، فهي قامت لزقها له في وشه هو كمان، فتعصب عليها وكان هيضربها. ولما ابوه حاول يهديه رمى الهديه في وشه ومشي، فراحت وراه عشان تهديه وقالت له انا مش بتاعت مشاكل ولا غاويه مشاكل، انا نفسي اعيش في سلام، فيا ريت كل واحد فينا يعيش في حاله، ولو احتجت اي حاجه مني هعملها لك، بس ارجوك ابعد عن والدتي لانها تعبانه. فقال لها مش هسيبك في حالك طول ما انت عايشه في البيت ده. فقالت له ما انا مش هسيب البيت لان والدتي تعبانه ومحتاجه تتعالج ووالدك وافق ان هو يساعدنا. فقال لها يعني انتوا لازقين للراجل عشان فلوسه؟ ده انتوا مفيش كرامه بقى بربع جنيه، وبعدين عشيقه ابويا ما انا شايفها زي الحصان اهي. فتعصبت واتخنقت لانه قال على والدتها انها عشيقه ابوه، وراحت لوالدتها وهي حزينه واتمنت ابوها يكون عايش، على الاقل كان هيرحمهم من المذله اللي هم عايشين فيها دلوقتي، ولانها خايفه على والدتها فكلمته تاني عشان تهدي الامور بينهم. فقابلها وخدها معاه على المكنه بتاعته وقال لها روح في مكان هادي عشان نتكلم على راحتنا، وهناك برضه ترجته انه يبعد عن والدتها لحد ما حالتها هتتحسن وهيسيبوا له البيت خالص. بس هو دماغه خدته في حته تانيه خالص وقال لها يعني امك مش مكفاها انها خدت ابويا بعتك عشان تبلفين انا كمان بكلمتين؟ فقالت له تصدق انت عيل مقرف، وانا عمري اساسا ما وافق بحاجه زي دي ابدا لاني بكرهك. فاتخنق اول ما قالت له بكرهك، والله خلص الكلام بينا وابقى حصليني على البيت لوحدك بقى، وسابها ومشي لوحدها في حته مقطوعه، ولانه قلق عليها فرجع لها تاني. بس على ما وصل المكان تاني كانت هي مشيت، ولما رن على تليفونها لقى تليفونها مقفول لان بطاريتها كانت خلصت، ورجعت البيت وهي بتعيط وخايفه. وهو اول ما رجع سال عليها لانه خاف يكون جرالها حاجه، وقبل ما يسمع الاجابه من الخدامه لقى القلم بيطرقع على وشه من ابوه وقال له ازاي تسيبها لوحدها في مكان مقطوع، ولان نساء خافت على بنتها فقالت له اعمل فيها اللي انت عايزه بس اياك تقرب من كيو تاني. فتعصب عليها وتهجم عليها، ولان نساء حالتها ضايعه اساسا فاغمى عليها وقعت على الارض، فخدوها بسرعه وطلعوا على المستشفى، وكيو طبعا منهاره من العياط. فقال لها انت مكبره الموضوع قوي كده ليه؟ ده اغمى عليها بس ايه المشكله يعني؟ فضربته بالقلم هي كمان وقالت له قلت لك قبل كده 1000 مره ان والدتي مريضه، ولو حصل لها حاجه هفضل اكرهك لحد اخر لحظه في عمري. ولما راح وراهم المستشفى اتاكد فعلا انها عندها سرطان في الدم وان حالتها ساءت خالص، فزعل من نفسه بعد ما اتاكد انها تعبانه، وخصوصا كمان بعد ما شاف كيو هي منهاره جنبها. ورجع البيت وقعد يعيط وهو ماسك المنديل بتاعها، وفضل كمان كل يوم يزورها في المستشفى لانها طولت قوي في الغيبوبه. واخيرا حس بندم ناحيتها ولا انا اسف، بس للاسف اسف وما بقاش ليه لازمه لان والدتها على ما فاقت الدكتور قال لهم انها بتموت. فكيو راحت لها وهي منهاره من العياط لانها بالنسبه لها كل حياتها ودنيتها، وقبل ما تموت وصتها على جوزها انها تحبه وتحترمه زي ابوها وانها ما تبعدش عنه مهما حصل. وتموت والدتها وتنهار كيو عليها، وتيب واقف هو كمان وعمال يعيط وهو شايف كيو منهار على والدتها، واول ما بصت له ما قدرش يتحمل نظرتها وسابها ومشي. وطلعت وراه وهي بتعيط وتصرخ وبتقول له انت اللي قتلت والدتي، وكانت امنيه حياتي انها تشوفني وانا ناجحه في حياتي. وقعدت تضربه وهي بتعيط وتقول له ازاي تعمل فيها كده، وهو واقف منهار وحزين ومش قادر ينطق ولا كلمه لانه حس ان هو السبب في اللي حصل لها، ولان حس نفسه انه هيعيط فسابها ومشي. وراح لوالدته وهو بيعيط وقال لها ما كنتش اقصد انها تموت ابدا. ولما رجع البيت لقى والده مستنيه ومخنوق منه واتهمه برضه ان هو اللي قتلها، فقال له ما كنتش عايز يحصل لها كده ولا توقعت ان ده يحصل، ومهما تشتمني ولا تضربني هي خلاص ماتت ومش هترجع للحياه تاني. فتعصب عليه وضربه. فتعصب على والده وطلع اللي جواه وقال له لما ماتت امي كنت انت مشغول في اجتماعاتك انما ما فرقتش عشيقتك لحد اخر لحظه في حياتها. وقال له يا ريتني كنت يتيم الاب. فالكلمه دي جرحت ابوه قوي، فقال له من النهارده انا مش ابوك واخرج بره بيتي لان عمري ما تمنيت يكون لي ابن زيك كده. فقال له هخرج ومش هرجع تاني طول ما بنت عشيقتك هنا، وحتى لو مت مش هحضر جنازتك. فكيو اول ما شافت وسمعت اللي حصل فراحت تلم هدومها لانها حست ان بيت ما عادش طايقه في البيت وانه مش هيرجع لما هي تمشي، بس عمها اقنعها انها تقعد.
بعد ما فكرها بوعدها لوالدتها انها تفضل معاه طول الوقت وما تسيبوش ابدا. ولما راحت تاني يوم تزور والدتها في المقابر وهي بتعيط، فبيطرح لها المقابر عشان يواسيها لانها صعبان عليه، بس اتفاجئ ان ابوه رايح لها. فاول ما شافه سابهم ومشي ورجع البيت عشان يلم هدومه. واول ما حس بهم ان هم داخلين فاستخبى بسرعه، وسمع الموظف وهو بيسال ابوه اذا كانوا يدوروا على بيت ولا لا، فقال له سيبك منه هيرجع لما فلوسه تخلص. فزعل لانه حس انه مش فارق مع ابوه، بس بعد ما عرف انه خد هدومه من البيت قلب عليه الدنيا كلها وما لقاهوش. وعشان كده فكر راح عند والدته لانه عارف انه متعلق بوالدته دايما بيزورها. وبالفعل بيت كان موجود هناك، وعرف ان ابوه قلقان عليه وانه فعلا كان مقصر معاه، وهيحاول على قد ما يقدر يعوضه الفتره اللي جايه. فحس بالحنين ناحيه والدته لسه هيقوم له، فلقاه بيتكلم عن ساه وبيقول له مراته انها ماتت. فرجع في كلامه وقعد يسمعه وهو بيقول لها يا ريت تسامحيها، انا عارف ان احنا اذيناك كتير باللي كنا بنعمله. فقعد يسمع الكلام وهو مصدوم، لان اتاكد ان علاقتهم دي قديمه جدا، وانه كان يعرف ساه من سنين، وانه بسببها كان بيكره والدته. وبالصدفه شاف كيو وهي بتدور على وظيفه، ولانها اترفضت في كل مكان بتقدم فيه، فلفت على اماكن كتير على امل انها تلاقي وظيفه. وفي كل مكان بتروحه فضل تيب مراقبها، وكان اخر مكان راحت له عند كافيه صاحبه، وده لانه فاتح جديد وعايز موظفين عنده، وكان عرض عليها الشغلانه بس هي رفضت. ولما الابواب كلها اتقفلت في وشها فرحت له. فكريس اول ما شافها رحب بيها، بس شاي حبيبه تيب ما عجبهاش الكلام ده. واول ما شافتها واقفه مع كريس وعمالين يضحكوا على اخرهم، دخلت ضايقتها بكلمتين عشان الحبيب القلب مطرود من بيته، وبتقول لها ان والدتها هي السبب، واتهمتها كمان انها عايزه تستولى على ثروته. بس كيو قالت لها ماليش علاقه بالموضوع ده، لانه اساسا طول الوقت علاقته وحشه بابوه، والمفروض انا اللي اكون زعلانه منه، لان هو اللي اتسبب في وفاه والدتي. وواضح جدا ان انتوا الاثنين تستاهلوا بعض، لانكم دايما بتفترضوا سوء الظن في الناس. وده كله تيب واقف وسامع كل الكلام، وهي بتقولها لو تعرفي مكانه قولوا له يرجع وبلاش يهرب من بيته زي الاطفال، لان والده قلقان عليه جدا. فخرج تيب وقعد مع نفسه يأنب نفسه، لانه حس انها بنت غلبانه، وبالرغم من العز اللي هي عايشه فيه ما اهتمتش بكل الكلام ده وراحت تدور على شغل. وكمان بقى طول الوقت حاسس بالذنب ناحيه وفاه والدتها. وهي لما رجعت البيت لقت ابوه بيقول لها انه عايز يتبناها، وعايزها كمان تكون ورثته الشرعيه، بس هي طلبت منه انها تفكر لانها خافت تبوظ العلاقه اكتر بينه وبين ابنه، وسابته وراحت تزور والدتها. بس اتفاجئت ان تيب موجود هناك بيزور والدتها، ولما سالته بيعمل ايه هنا، وبدل ما يهدي الموضوع بينهم شعللها اكتر ما هي والعه، وقال لها بس انا كنت جاي اطمن واشوفه عمل قبر عشيرته احسن ولا قبر امي. فقالت له امشي من هنا بدل ما اقتلك، وعشان تعصبه وتجننه اكتر لانه فضل واقف ومرضاش يمشي. وحكت لوالدتها على موضوع التبني، ولما حست انه اتضايق قوي فقالت له ارجع بيتك تاني بدل ما اخد ميراثك، ولو رفضت ترجع لبيتها خليه يتبناني. فقال لها ظهر على حقيقتك، واضح ان غلطت لما فكرتك كويسه. انا في الاول زعلت جدا لما فكرتك بتهزري بخصوص مرض والدتك، وزعلت جدا لما عرفت الموضوع بجد، وفكرت انك بنت طيبه ومش عايزه حاجه منه، بس واضح للاسف كنت غلطان. ورمالها الورده وسابها ومشي، ولانها كانت الامل الوحيد ليه في تايلاند، وبعد ما خسرها ما بقاش لحد تاني، وعشان كده ساب البلد وسافر وراح كوريا مع شاي عشان يكملوا دراسه هناك. ولان كيو حست ان ابوه طول الوقت زعلان عشان ابنه سابه ومشي، فحبت تعوضه ووافقت ان هو يتبناها، ولانها برضه كانت محرومه من كلمه بابا، وعاشت عمرها كله تتمنى تقول الكلمه دي. وفي برنامج تبادل الطلبه بين الجامعات، وكان من ضمن الطلبه كيو، وهتسافر كوريا لفتره عشان تدرس هناك. فشيء اول ما عرفت انها جايه كوريا قلبها وقع، وخدت بيت بسرعه عشان ما ياخدش باله ويعرف انها جايه، لانها عايزه تبعدها عنه باي طريقه. وعشان كده كمان اقترحت عليه ان هم يطلعوا رحله لحد ما هي تخفى من البلد خالص. بس قبل ما يسافر كيو شافته في الجامعه، واتصدموا هما الاثنين اول ما شافوا بعض. ولما عرف ان شاي كدبت عليه زعق لها، فقالت له انت هتجنني، انت منين بتكرهه وازاي بتزعل ان انا ما قلتلكش؟ لا قول لي بقى انها وحشاك. فاتقلب السحر على الساحر وقال لها من النهارده احساسي ما يهمكيش، واللي بينا صداقه واياك تتخطيها، ولو اتدخلت في حياتي تاني مش هنبقى اصدقاء اساسا. فعيطت وكلمت الغلبان اللي حطها على الرف، واللي هو اساسا مجنون بيها، وعشان كده جه وراها كوريا من غير ما يقول لها. قال يعني عشان يعملها لها مفاجاه، وبتحكي له وهي بتعيط انها اتخانقت مع بيت، وبتقول له يا ريتك جنبي دلوقتي. فقال لنفسه خلاص دي فرصتي بقى، وراح بسرعه عشان يعملها لها مفاجاه. بس اتفاجئ ان بيت رجع لها وبيقول لها انا اسف، فنست كريس واللي نفضه كمان، واترمت في حضن الحب الاولي. يولع كريس هو من بقيت اهلي، بس طلع ان بيت اساسا لسه بيفكر فيها، ولسه محتفظ بمنديلها ومش قادر ينساها. ولما كان بيلعب سله في الجامعه هي شافته، وفضلت تجري وراه كتير عشان توضح له سوء الفهم اللي كان بينهم، وقالت له انا لا يلزمني مراسك ولا ابوك، انا وافقت بس اكون بنته لان ما قدرتش اتحمل اشوفه هو حزين عليك، بالاضافه ان انا ما اقدرش اكسر له كلمه، وده لاني مديونه له بحياتي، وبعد ما خسرت والدتي ما بقاليش حد في الدنيا، وهو الوحيد اللي وقف جنبي وعرض عليا المساعده. بس انا في الاول والاخر بنته بالتبني، انما انت في النهايه ابن لحمه ودمه، فارجوك ترجع البيت، واوعدك ان كل حاجه هتفضل زي ما هي لحد ما ترجع. ولانه اساسا معجب بها من اول ما قابلها، وحس انها فعلا بتتكلم بجد ومن قلبها، فنخ على طول وسلم وما استحملش. لا ومش بس كده، ده عزمها على الاكل كمان. ولما البت شاي رنت عليه ما عبرش امها، ما خلاص بقى مالها الحب. فاول ما شافتهم قاعدين مع بعض وبيضحكوا وهي بترن عليهم ما بيردش عليها ولا معبرها، اتصدمت وانهارت من العياط تاني. يلا حلال فيكي، ما انت مرمطه الواد كريس معاكي. وبعد ما كانوا رايحين يدرسوا ويتعلموا، الاجازه كلها قلبت حب ولفلفه، وبدا يقربوا من بعض اكتر. واعتذر لها كمان عن وفاه والدتها، بس اعتذار جريء حبتين، وقال لها بطريقه غير مباشره انه بيحبها.
وهي كمان عينها لمعت لانها حبته. ومش بس كده، ده كمان بقت مبسوطه وطايره من السعاده. وبعد ما تيب وكيو بقت علاقتهم بقت زي السمنه على العسل، قالت له انها هتعمل له اكله تايلاندي قبل ما تسيبه وترجع تاني، لانه اكيد الاكل التايلاندي وحشه. وبالفعل راحت المطبخ وعملت له الاكل وهي طايره من السعاده. بس وهي طالعه مبسوطه قابلتها الحيزوانه شاي العروسه، وطلبت منها تبعد عنه لانها من ساعه ما دخلت حياته وهو بدا يسترجع ذكريات الماضي الاليمه واللي والدته ياما اتعذبت فيها بسبب والدتها، ولانها حبته بجد فبدات تخاف عليه، وعشان كده قررت انها ما تقابلوش تاني وترجع تايلاند. فحطت الاكل في الزباله ومشيت. بس وقتها شافها وهي بتحط الاكل في الزباله، فجابه من الزباله تاني وكله وهو طاير من السعاده لانها اهتمت بيه. ويعدي 4 سنين ويتخرج بيت هو والحيزيونه اللي معاه، وفي عز فرحته لانه خلاص اتخرج زي ما وعد كيو قبل كده، وكانت كل فرحته بسببها لانه خلاص هيثبت لها انه راجل بعد ما رجع لها بشهادته. بس للاسف فرحته ما كملتش لانه شاف خبر عن كيو والده وان هي هتكون ورثه الشركه، فرجع يزعل منها تاني ويكرهها لانه حس انها بتكذب عليه وتلعب بيه لحد ما اتمكنت من شركه ابوه، وما كدبش خبر ورجع تايلاند تاني على طول عشان يسترد شركته اللي هتتاخد منه. واثناء ما هم في المؤتمر وابوه بيقدم الورثه الجديده للشركه، جالهم تيب ومعاه شاي العروسه وضرب كرسي في الكلوب. بس كيو اول ما شافته معاها اتصدمت، وقابل ابوه طبعا هو متعصب وقال له حاولت كتير ارضيك بس مش عارف ارضيك ازاي، على عكس واحده تانية انت متبنيها والمفروض ان انا ابنك وانا اللي احق بكل الكلام ده. هي عملت لك ايه عشان تحبها كده اكتر من ابنك نفسه، عشان تديها كل حاجه وتحرمني انا؟ بس ابوه سكت وهو متعصب وما ردش عليه، وقال له اهم حاجه عندي انك لا تاذي كيو ولا تاذي الشركه. وقابل كيو هو مخنوق منها وقال لها ده انا صدقت لعبتك عليا من 4 سنين عشان اتفاجئ انك عايزه تاخدي كل حاجه. فقالت له برضه نفس الكلام وانها مش عايزه حاجه من ابوه، وان ابوه هو اللي طلب منها كده فما حبتش تزعله. فقال لها من النهارده كدبك مش هيخيل عليا تاني. فقالت له خلاص براحتك، مش عايز تصدقني ما تصدقنيش. ولما جت تسيبه وتمشي مسكها لانه مازال لسه بيحبها ولانها بقت خايفه عليه من قربها منه. فقالت له مش عايزاك تقرب لي ولا اشوف وشك. فقال لها انت مفكره اني كمان عايز اكون قريب منك؟ لا ده انت بتحلمي، ده انا بكرهك كره العمى. فقالت له طالما بتكرهني طيب سيبني، انت قافش فيا ليه؟ ومع ذلك فضل ماسكها وما سابهاش الا لما ضربته على رجله، وراح قعد مع زمايله وهو مخنوق. وزود خنقته اكتر صاحبه كريس لما حاول يدافع عن والده وعن كيو، فشدوا قصاد بعض وضربوا بعض لانه فكر ان في علاقه بينهم، لانه بقى بيغير عليها جدا بس مش راضي يبين لها. وشاي العروسه عارفه بس برضه مش راضيه تحل عنه. وفي الشركه ابوه قال له ان هما الاثنين لازم يشتغلوا مع بعض، بس برضه كبرياءه منعه وقال له كل واحد فينا يشتغل لوحده واللي يخسر فينا يسيب الشركه للتاني. وبالفعل قدم لهم هما الاثنين نفس المشروع وطلب منهم كل واحد يطلع بفكرته، فهو كان مبسوط جدا لان ده اساسا مجال دراسته. انما هي لما جت تفتح الفايلات اتصدمت لانه بعيد تماما عن مجال دراستها، وطول عمرها متعوده تكون في المطبخ وعشان كده درست اقتصاد منزلي. ولان كريس بيفهم في مجال الاداره فرحت له تستعين بيه، فجاب لها كتب عشان تذاكر. فقالت له ايه كل ده؟ انا هتعلم من اول وجديد ولا ايه؟ وبيت رجع البيت وهو الان لان الوقت اتاخر ولحد دلوقتي ما رجعتش. واول ما شافها نزل من عربيه كريس اتجنن ودخل اوضته وهو مخنوق ومتعصب. واول ما شافها بتشرب من التلاجه راح لها بسرعه وقعد يرخم عليها وهو لازق لها وقال لها اعملي حسابك احنا هنبعد عن بعض، واستفزها اكتر بكلامه وقال لها لو بتدوري على واحد غني شوف لك واحد غير صاحبي. فتعصبت عليه وقالت له انا ما بخدعش حد، وبعدين انت مين عشان تقول لي كلم مين ولا ما كلمش مين؟ وسابها وطلع على صاحبه وهو متعصب عشان يحط حد للمهزله اللي بتحصل. واول ما وصل لصاحبه شدوا مع بعض وما رضاش يسيبه ولا يحل عنه الا لما يتاكد فعلا انه بيحبها ولا لا. بس كريس طبعا مخنوق منه لانه برضه واخد الحب بتاعه منه واللي هي طبعا شايل العروسه، فحب يضايقه وقال له انا معجب بيها فيا ريت تبعد عن طريقنا لاننا بنحب بعض ومش هنسيب بعض. فجننوا اكتر ولسه هيضربوا تاني فلقى كيو داخل عليهم، فكريس استغل الموقف ومسك ايديها عشان يضايقه، وهي جدته قضت نار اول ما مسك ايديها وهي كمان استغربت لان كريس اول مره يعمل معاها كده. ولما رجعت البيت كان عايز يروح لها اوضتها بس رجع في كلامه في اخر لحظه، وهي في نفس الوقت كانت عايزه تروح له بس افتكرت كلام شاي العروسه وهي بتقول لها ان كريس وبيت اتخانقوا عشانها وان بسببها صداقتهم هتتدمر اللي بقالها سنين. وهو كمان افتكر كلام كريس لما قالوا ان هم بيحبوا بعض فيا ريت يبعد عن طريقهم، وفضل هم الاثنين عايشين في حيره لا عارفين يقربوا من بعض ولا قادرين يبعدوا عن بعض. وفي الاجتماع اللي كل واحد فيها يقول فكرته بيت قال ان هو اللي هيبدا الاول، فكيت وطرت لانه مش مجالها وخايفه من الفشل، فابوها حب يواسيها وطبطب عليها. بس بيت وشه قلب اول ما مسك ايديها وتعصب اكتر لما حصل تعادل في الاصوات بينهم لان هما الاثنين قدموا فكره كويسه، واتعصب على ابوه لانه فكروا لعب في النتيجه ونايم من ضغط الشغل رقبته وجعته. وبما ان كيو خلاص بقت زي بنته فقامت بسرعه عشان تدلك له رقبته. بس بيت اول ما شاف خيالهم الدنيا كلها اسودت في وشه وبدا يحس ان في بينهم علاقه، ودخل عليهم فجاه عشان يشوفهم بيعملوا ايه. واول ما شافها وهي بتدلك له رقبته لقوا كمان مبسوطين جدا مع بعض، فعفاريت الدنيا كلها اتنططت قدامه وسابهم ومشي وراح مكتبه وهو مخنوق. والشيطان خلاص بقى بيلعب في دماغه ان هو فعلا بينهم علاقه، وخصوصا بعد ما مسك ايديها كمان في الاجتماع. ولما رجع البيت شافها وهي بتحضنه فالجنونه مسكته اكتر، واول ما ابوه خرج من البيت راح لها بسرعه
وقال لها انت ايه حكايتك بالظبط وايه علاقتك بوالدي؟ فقالت له انت اتجننت انا بنته. فقال لها مش واضح خالص، انت شكلك بتغويه وشكلك كده بتخططي تتجوزيه زي والدتك. فقالت له تصدق انت مقرف، انا عمري ما فكرت كده ابدا، وانا بحب الراجل ده زي ابويا بالظبط. فقال لها انت متخيل اني هصدقك تاني؟ بقى بتضحكي على صاحبي وتخونيني معاه، ودلوقتي مع ابويا عايزه تاخدي فلوسه؟ مش بعيد يكون ورثك بعد ما بعت له نفسك، واضح كده انك شكل والدتك. بالتجربه اجسام كنتوا الاثنين. فضربته بالقلم لانه اهان والدتها، وقعدت تقول له بكرهك. وفي عز ما هي بتقول له بكرهك راح بايسها وقال لها بكرهك انت والدتك عشان كدبتوا عليا. ورجع ناي تاني وشافهم مع بعض فاتصدم وساب كل اللي حصل بينهم، وقال له ازاي تفكر ان ممكن اعمل القرف ده؟ فقال له خلاص لعبتكم اتكشفت، ما انا شفتك ازاي بتعملها وانتوا لوحدكم. وهنا ناي فجر مفاجاه ما كانتش في الحسبان خالص، وقال له ان كيو بنته منساه. فبيت اتصدم ومبقاش عارف ينطق، وكيو هي كمان اتفاجئت وقالت له انت بتقول ايه؟ لانها عاشت محرومه منه العمر كله. وقال لهم ان كان بيحب سو كان متجوزها الاول، ولما اهله غصبوا عليه اتجوز والده بيت، ولما سا خافت انها تبوظ له حياته وبعدته عنها، وعشان كده ما رضاش يقول لحد لان دي كانت رغبتها هي. ولما بيت بدا يشك فيهم فكان لازم يقول له عشان ما يكونش سبب في اذيه اخته الصغيره. اللي استغربت له بس ان هو اول ما دخل وشافهم مع بعض ليه ما اتكلمش على طول وقال له ابعد عنها دي اختك. المهم ان قعد يهدف بيت لانه شافه مصدوم، وقال له انا مش عايزك كده حياتك كلها تبقى مليانه كراهيه. فقال له للاسف الوقت اتاخر، وقال له هو حزين انت حطيتني في جهنم، لان الانسانه الوحيده اللي حبها طلعت اخته. ودخلوا هما الاثنين اوضهم وهم منهارين من العياط ومن الصدمه، وعمالين يفتكروا الذكريات والحب اللي بينهم لحد ما فاقوا على الصدمه اللي غيرت حياتهم ودمرتها. وناي راح لكيو عشان يهديها وبيقول لها انه عمره ما انساها ابدا، وانه طول الوقت كان مراقبها هي والدتها، وانه احترم رغبه والدتها عشان كده بعد عنهم. وعرفت منه كمان انه ما كانش بيحب والده بيت، فصعبت عليها والده بيت لانها عاشت مذلوله، وبقتش مستغربه ان بيت كان بيكرهها هي والدتها. ولما ناي راح يعتذر له عن اللي حصل وانه يحاول يعوضه عن اللي فاته من حياته، فقالوا للاسف مش هتقدر، لانه بكل بساطه انا مش عايز كيو تكون اخته الصغيره. فيا ترى هتقدر تغير الواقع؟ ولانه مش قادر ينسى انها البنت اللي حبها، واول ما عدت عليه من غير ما تبص له قال لها انت ليه بتتجاهليني؟ انت بجد فعلا بتكرهيني؟ قالت له بلاش تعمل مشاكل، مش عايز اتكلم معاك. بس هو بقى مخنوق هيتجنن من الصدمه، وعشان كده قعد يشرب كتير عشان ينسى. ولما كيو شافت ان ابوها زعلان عشانه فزعلت على زعل ابوها، وقررت انها تروح تتكلم معاه عشان ترجعه لعقله. بس هو رفض يتكلم معاه وشد معاها وقال لها انا ماليش اخوات، فيا ريت تمشي من هنا دلوقتي. فشال عروسها فرحت لما عرفت ان اخوها، لان خلاص بقت هي اللي على الحجر. وعشان كيو تحاول تهدي بيت قالت له انا المفروض اكون زعلانه مش انت، لانه فضل مخبيني العمر ده كله عشان بس ما يجرحش مشاعرك، وسابني يتيمه اكتر من 20 سنه، وده معناه انه بيحبك اكتر، بس لانه لسه بيحبها ومش قادر يتعامل معاها غير كده، فبقى طول الوقت مش طايق وجودها ولا طايق انها تعامله زي اخوها. فبهدل المكان وزقها وسابها ومشي، وخرج وهو حزين ومش شايف قدامه. فقابلته عربيه وعمل حادثه، واول ما عرفت انه راح المستشفى راحت وراه وهي حزينه هي وابوها، لانها حست ان هي السبب في اللي حصل له، ولان حالته خطيره. فالدكتور قال لهم لازم عمليه حالا، وسالهم عن دم لان فصيله دمه مش متوفره. فابوه عرض عليهم انه ياخد دم منه وان فصيله دمه ايه، بس الدكتور قال له ما ينفعش لان فصيلته بي. فالمساعد بتاع ابوه استغرب ان فصيله دمهم مختلفه عن بعض، وقعد ناي وهو زعلان لانه حس ان هو دمر ابنه وان هو السبب في اللي بيحصل ده كله. بس المساعد بتاعه صدمه وقال له مش انت لوحدك اللي غلطت، لان واضح ان مراتك خدعتك، لان فصيله دمك ايه وهي فصيله دمها او، فعيالك لازم يكونوا فصيله دمهم يا ايه يا او، انما بيت فصيله دمه بي. فالراجل اتصدم وقال له يعني انت عايز تقول ان بيت مش ابني؟ وعشان ياكد له ان هو مش ابنه حكى له اللي ابوه حكاه له واللي شافه من 20 سنه وخباه عليه عشان ما يزعلوش. وقال له ان في ليله الدخله لما ساب مراته ومشي شافها وهي قاعده تعيط وزعلانه، وفجاه جالها صاحبه اللي اساسا بيحبها، ولان مراته حبت تنتقم منه فخانته مع اعز اصحابه. فالراجل اتصدم اكتر لان الخيانه جايه من اعز اصحابه، وعشان يخليه يتاكد طلب منه ان هو يعمل تحليل دي ان ايه، بس هو رفض يعمل لان هو اللي مربي بيت وعمره ما حس انه مش ابنه. وكيو سمعتهم بالصدفه فاتصدمت لانه صعب عليها، لانه مش عارف يلحقها منين ولا منين. وراحت قالت لابوها انها عرفت كل حاجه، وسالته هيعمل ايه مع بيت، فقال لها مش هنقوله الحقيقه، وان كل حاجه هتفضل زي ما هي وهيفضل بيت جزء من العيله. فوافقته لانها خايفه على مشاعر بيت، وفي نفس الوقت زعلت لانها بتحبه. ويفوق بيت في المستشفى، وكيو اول ما عرفت طارت من السعاده. ولما المساعد بتاعه قابله في المستشفى وساله هيعمل ايه، فقاله انه هيسيب كل حاجه زي ما هي لانه خايف على مشاعر بيت، لانه هيتصدم جدا في والدته وهو اساسا مش ناقص وفي اللي مكفيه. بس المفاجاه ان كريس سامعهم وفرح فيه جدا لانه دايما ما بيحطش واطي. ولما دخلوا عشان يطمنوا عليه برضه مش قادر ينسى انه بيحبها، وفضل يبص لها ومديلها ايده عشان تمسكها، فمسكت ايده عشان تطمنه. ولما اصحابه دخلوا يطمنوا عليه كريس ما استناش واداها له في وشه على طول، وقال له يا اخي حاجه تكسف، ما شفناش يعني ابوك اداك دم. فشال العروسه بكل ذكاوه قالت له ما عرفش يديله عشان دمهم مختلف، فاستغرب ان فصيله دمه مختلفه عن ابوه. يسكت كريس بقى؟ لا، قال له انا كنت متخيل ان فصيله دمك زي والدتك، بس برضه للاسف لا، لدرجه اني فكرت انك مش ابنه. ولما زمايله استغربوا طريقه كلامه فعمل نفسه بيهزر، بس بيت اتصدم وبدأ يفكر في الموضوع بجد، وافتكر ان فصيلة دمه مختلفة عن فصيلة دم والدته.
فاتصدم اكتر وحس ان كلامه صح. ولما ناي راح يزوره تاني يوم قعد يبص على كيو لانها ما جاتش، فحس انه بيدور على كيو وقال له ما قدرتش تيجي لانها عندها اجتماع. ولما شاف العروسه خرجت وبقوا لوحديهم فقال له انت بتحبني بجد؟ فقال له طبعا بحبك، ده انت ابني. بس هو برضه حاسس انه مش مرتاح، وعشان يقطع الشورت في البسين طلب من شاي العروسه انها تروح البيت عندهم ومن غير ما حد يحس بيها تجيب له خصله من شعر ابوه. وبعد ما جابت شعريه ابوه اداها كمان خصله من شعره وقال لها تعمل اختبار الدي ان ايه عشان يتاكد اذا كان ابنه ولا لا. ولان شاي العروسه طبعا ما بتزعلوش فوافقت على طول. ولما جابت له النتيجه كانت الصدمه هنا بالنسبه له لانه اتاكد انه مش ابنه، فانهار من العياط من الصدمه. ولما بروح عشان يزوره عرف انه عمل التحليل وعرف كل حاجه، فقال له ليه عملت كده؟ انا كل النتائج دي مش فارقه معايا لان انت ابني وانا اللي مربيك. وحاولت كمان كيو تهديه وقالت له ان حبه ليك عمره ما هيتغير ابدا. فهو مخنوق ومنهار قال لهم سيبوني لوحدي. وبعد ما خرجوا كلهم قرر ان هو يواجه الحياه بنفسه وانه خلاص ما بقالوش مكان وسطيهم لان لا هو ابوه ولا هي اخته. فقلع هدوم المستشفى ولم حاجته ومشي. ولما دخلوا يطمنوا عليه تاني لقوه مش موجود في الاوضه، وقلبوا عليه المستشفى كلها وبرضه ما لقوهوش لانه في الوقت ده كان راح لوالدته وهو مكسور وقال لها وهو منهار من العياط كدبت عليا وعشت عمرك كله عامله نفسك ضحيه لحد ما حولتني الوحش واستغلتيني عشان اذى ابويا زي ما هو اذاكي، بس في النهايه طلعت زيه واسوأ منه وكنت بتمنى اموت زيك دلوقتي لان للاسف مش هقدر اواجه الناس تاني. والكل قاعد يرن عليه ويبعت له في رسايل بما فيهم طبعا شايل العروسه، بس هو ما عبرش اي حد خالص. واول ما رنت عليه كيو توتر لانه هي الوحيده ما بيقدرش يقاومها، بس عشان ما ترنش عليه تاني قفل التليفون ولانه مش قادر يستغنى عنها ففتح التليفون تاني. واول ما فتحه لقى شايل العروسه بترن عليه بس ما رضاش يعبرها ولا يرد عليها. واول ما كيو رنت رد عليها وقال لها لو عايزه تتكلمي تعالي لي. واول ما قابلته قالت له يلا نرجع بيتنا عشان ابوك قلقان عليك. فقال لها بيت مين وابويا مين؟ انا خلاص ماليش حد. وتخيلي انت اللي طلعت بنته مش انا. انت للاسف ما تعرفيش انا حاسس بايه دلوقتي. انا حياتي كلها اتدمرت اول ما اكتشفت انك اختي، وفضلت ادعي ربنا كتير ان الكلام ده ما يكونش صح لان حبيتك قوي. وفي النهايه اتحققت امنيتي بس للاسف جت على حساب والدي. ولو كنت اعرف في يوم من الايام ان هعيش اللحظه اللي عايشها دلوقتي كنت موتت نفسي وارتحت من سنين. فيا ريت تبعد عني خالص لان لو رجعت البيت وكل ما هشوفك وهشوف ابويا هتخليني اكره نفسي اكتر. بس لان كيو اساسا بتحبه راحت وراه وقالت له مش هسيبك ابدا. ولما اغمى عليه من التعب نيمته على رجليها وهي بتفتكر كلامه وهي مبسوطه لما قال لها انه بيحبها. واول ما فاق خدها على بيت والدته واتفق معاها انها ما تقولش مكانه لحد والا هيهرب تاني منها، ولانها طبعا عايزاه جنبها فقالت له حاضر مش هقول لحد. وبعد ما مشيت رجع يفرح من تاني بعد ما اتاكد خلاص انها مش اخته وانها دايما هتفضل جنبه، ولان ابوه لسه قلقان عليه. فكيو طمنته عليه وقالت له انها خلاص لقته، بس قالت له بلاش تروح له لحد ما يهدى، واول ما يهدى خالص عرفك مكانه عشان تقعد معاه. وقعدت لوحدها وهي هيمانه ومبسوطه بعد ما اتاكدت خلاص انه بيحبها. واول ما قام من النوم لقاها قدامه وقالت له من النهارده انت شغلتي وانا اللي ههتم بيك وعشان تنضف له جسمه. قالت له اقلع هدومك يلا. فلا عيب يا بنت اللي انت بتعملي ده، لم نفسك. وفضلت تتحايل عليه وعايزه تقلعه بالعافيه وهو رافض ومصر انها ما تقلعوش. واثناء ما هم بيتخانقوا عيونهم جت قدام بعض واتحرجوا هما الاثنين. قالت له شكلك كده محروق، انا كنت بس عايزه انضف لك جسمك. فلما لقاها مصره بقى فلا للدرجه دي عايزه تنضفي جسمي؟ فقلع لها مالته وقال لها طب يلا نضفي بقى. فاتحرجت منه هي اكتر وقالت له خلاص ما عدتش عايزه. واثناء ما هو بيقلب في ورق والدته لقى اعتراف منها بخط ايديها في مذكراتها واللي هي كانت كاتباه له اساسا، وبتقول له فيها الحقيقه اللي كانت مدارياها عنه العمر كله، وانها عملت كده لانها كانت عايزه تنتقم من ناي واللي حطم قلبها بسبب واحده تانية، وعاشت عمرها كان نفسها تقول الحقيقه بس للاسف اللي غلطت معاه عمل حادثه ومات. وقالت له في النهايه انا اسفه يا بيت لان للاسف دمرتك من غير ما اقصد. فقرا رسالتها وهو منهار من العياط. وبعد ما قرا رساله والدته قلب على ابوه تاني لانه حس ان الغلط غلطه وان هو اللي دمر والدته لحد ما خلاها تعمل كده. واول ما كيو جات له تاني لقته منهار من العياط، ولما سالته عن اللي حصل مرضاش يقول لها. وقبل ما تكمل كلامها غرغر بيها والشيطان بقتلتهم لحد ما وقع في المحظور وعمل معاه علاقه، ولان ابوه كان هيتجنن عليه فمشى ورا كيو عشان يعرف مكانه وراحوا معاه اصحابه كمان. واول ما ابوهم دخل البيت سمع صوتهم مع بعض، واول ما شافوه قدامهم اتصدموا وهو كمان اتصدم اول ما شافهم مع بعض وقال لهم البسوا لي هدومكم وتعالوا له بره. وشايل العروسه برضه اول ما شافتهم مع بعض اتصدمت وحست ان بيت خلاص طار من ايديها. وكيو زعلت على زعل ابوها بس بيت طمنها وقال لها ما تقلقيش، وطلع لابوها وهو ماسك ايديها وقال له كل اللي حصل بينا ده لان بحب بنتك، وطلب منه ان هو يتجوزها. ولما سال كيو رايها ايه فقالت له طبعا بحبه يا بابي، وحكى لنا القصه كلها وقال له ان احنا بنحب بعض بقالنا فتره وبسبب سوء الفهم اللي حصل بعدنا عن بعض بس دلوقتي خلاص. ولما ناي حس ان هم بيحبوا بعض ما رضاش يفرق بينهم وقال له موافق بس بشرط واحد انك ترجع للعيله تاني بصفتك ابني مش نسيبي وكل حاجه تفضل زي ما هي. فقال له موافق طبعا يا ابي. ولما سال كيو عن رايها وانها يعني هتفضل بنته بالتباني للابد فقالت له ما عنديش مشكله لان عايز احميك انت وبيت، وضحت بنفسها لانها خايفه من كلام الناس عليهم وان ده ممكن ياثر على الشركه بالسلب وكمان هياثر على منصب بيت في الشركه لانه خلاص ما بقاش ابنه. فناي شكرها لانها ضحت عشانه وضحت كمان عشان بيت. وشايل العروسه انهارت من الصدمه وقعدت تعيط على اخرها بعد ما لقت الموضوع قلب بجد وبيت خلاص طار من ايديها، ولان جريس بيحبها
فكان هو اول واحد يقف جنبها، وخلاص كمان بدات تعيش حياتها مع كريس، وبدا يخرجوا سوا لان مالهمش الا بعض. اما العريس والعروسه فبداوا يعيشوا حياتهم، وراحوا يعملوا السيشن بتاعهم قبل الفرح، وهما الاتنين طايرين من السعاده لانهم خلاص اخيرا هيكونوا مع بعض، لحد ما تيجي اخيرا اللحظه المنتظره ويكتبوا الكتاب ويعلوا الجواب، وهما الاتنين طايرين من السعاده وكل اللي حواليهم، ما عدا طبعا شاي العروسه واللي لقفت بوكيه الورد بعد ما كيورا ماتوا، وبتبص لهم هما الاتنين وهي بتعيط لانها عايزه تولع فيهم هما الاتنين. وبعد ما دخلوا عيشه الزوجيه هما الاتنين هما طايرين من السعاده، وبدا الحاج ناي يديلهم زبد خبرته في الحياه الزوجيه، وبعد ما اطمن عليهم سابهم وخرج. بس المفاجاه والصدمه ان اول ما خرج بيت اتحول وبقى شخص تاني، وساب ايديه وقام، وهي قاعده مصدومه من تصرفاته ومن تغيره المفاجئ، ودخل الحمام وقلع بدله الفرح ورماها على الارض كمان وداسها، ولبس هدومه كمان وخارج. فقالت له هي مصدومه ومذهوله انت رايح فين؟ فقال لها انا تعبان ورايح اسهر مع اصحابي. فقالت له ده النهارده يوم فرحنا والمفروض تكون معايا انا، وايه اللي غيرك فجاه كده؟ هو انا عملت حاجه ضايقتك من غير ما اقصد؟ وقعدت تتكلم معاه كتير على امل تفهم ايه سبب تغييره، بس هو ما عبرهاش وسابها ومشي، وسابها وطلع على شاي العروسه، واللي اول ما شافته طارت من السعاده، والمسكينه هناك منهاره من العياط وهي ماسكه بدله الفرح بتاعته لانها مش فاهمه ايه سبب تصرفاته ولا ايه سبب تغيره الغريب. وساب طيب مراته يوم الفرح وراح لشاي العروسه، وده لانه كان اساسا متفق معاها من الاول انها هتروح له الفرح وتمثل انها زعلانه، وده لانه حب ينتقم منها بعد ما عرف ان ناي ساب والدته يوم فرحهم، فكسر قلبها واضطرت تخونه، فحب يدوقه من نفس الكاس اللي دوقه لامه، فعمل في بنته اللي عمله في والدته، وقال لشاي العروسه انها الوحيده اللي حبها في حياته، وده لانها طول الوقت كانت واقفه جنبه. فشاي العروسه اول ما شافته قدامها زاطت وقالت بقى ده ليله ليلتي، بس الغريبه انه ما ادهاش فرصه وهرب منها وطلب منها يخرجوا يسهروا بره. بس كريس اتخانق اول ما شافها معاه لانه حتى بعد ما اتجوز مش راضي يحل عن حبيبته، ومش راضي حتى يديله فرصه يقرب منها، ومن خنقته منه ضربوا بعض تاني. ولما ناي عرف اللي حصل مع بنته افتكر اللي عمله مع والدته، وعرف ان هو بيرد له القلم مع بنته، وفضل سهران طول الليل لحد ما جاله الصبح عشان يساله عن تصرفه الغريب. بس بيت استهبل عليه وقال له انه كان عنده شغل. بس كيو كأي زوجه اصيله بتحب جوزها لقيت الموضوع مع ابوها عشان ما يشدش معاه لحد ما تفهم ايه سبب تصرفه الغريب. ولما دخل اوضتهم اتعاملت معاه بكل حب وكأن مفيش حاجه حصلت امبارح، ولما لقيته كمان متعور نضفت له الجرح بدون حتى ما تساله انت كنت فين امبارح، لدرجه ان هو اللي استغرب وسالها انت ليه ما سالتنيش؟ فقالت له ما سالتكش لاني مش عايزه اضايقك، فاحرجته اكتر بذوقها معاه. ولما حاولت تفهم ايه اللي مزعله ومضايقه منها هرب منها وقال لها انا تعبان ولازم انام دلوقتي، ولانها بتحبه ما نشفتش دماغها معاه وسابته بالفعل يريح، وراحت نامت جنبه وحضنته على امل انه يهدى ويتكلم معاها، وقعدت تناغش فيه عشان يتكلم، وقالت له انت اجمل حب في حياتي وهفضل طول الوقت جنبك مهما كانت الظروف. بس هو برضه ما عبرهاش وفضل نايم، فسابته وقعدت تعيط تاني على حظها الاسود. ومع ذلك قامت من الصبح بدري جهزت له الفطار عشان يفطروا سوا زي اي اتنين عرسان جداد، بس برضه رفض يفطر وقال انه مستعجل ووراه شغل، فخدت على خاطرها وزعلت. ولما لقت العريس سابها وراح الشغل فقالت هروح انا كمان الشغل، فاتفاجئت بيه كمان في الشغل جايب لها شاي العروسه معاه، فاتخنقت لانها حست انه قضى ليله الفرح معاها، فقررت انها تكسفها وتعرفها قيمتها. بس بيت احرج كيو ونصر شاي العروسه عليها، وكمان لما دخلت مكتبها لقتها لازقاله، فاعصابها باظت اكتر وما بقتش مستحمله اللي بيحصل. والغريب ان بيت اساسا زعلان عشانها وزعلان على اللي هو بيعمله فيها لانه بيحبها، بس الانتقام عامي عينيه. واللي مشجعه على كده كمان ان شاي العروسه لازقاله، ولان كيو عارفه ان كريس بيحب شاي العروسه فقالت تكلمه يجي يغورها من هنا. بس كريس حاول كتير مع شاي العروسه بس هي لازقه البيت، وعشان كده قرر يضايق بيت وراح لكيو في مكتبها. بس بيت اول ما شافه بيمسك ايدها اتجنن وعفاريت الدنيا كلها اتنططت قدامه وقال لهم على فين العزم ان شاء الله. بس كريس ضايقه اكتر وقال له مالكش دعوه، وخد كيو ومشيوا. ولما حاول يمنع كيو انها ما تروحش معاه فحبت تدوقه شويه من اللي بيعمله فيها وقالت له مالكش دعوه بيا، طالما ما بتسمعليش انا مش هسمع لك انا كمان. فتعصب اكتر وكان هيولع في شاي العروسه اللي ما عندهاش دم ولا عندها كرامه حتى بربع جنيه. ومش بس كده، ده كمان خدها معاه البيت وقال للخدامه تجيب هدومها بالعربيه وتحطها في اوضه نومه، وهي بكل برود بتقول لهم خلي بالكم مني لان هاجي اعيش معاكم. فكيو جالها صدمه من اللي هي شايفاه، ولما ناي حاول يمنعه فقالوا ان هي يا ولدها وحيده ومعهاش حد في البيت ياخد باله منها لان اهلها مسافرين. ما هي واحده ضايعه زي دي لازم يكون اهلها مسافرين، ولان ناي خايف على بنته وعلى مشاعرها فاتجنن من طريقته وقال له انت ليه بتعمل كده؟ فقال له بكل وضوح قدامهم كلهم هعمل في بنتك اللي انت عملته في امي، مش انت سبت امي ورحت مع عشيقتك اللي هي والدتها وسبتها لحد ما كسرت قلبها؟ انا بقى طلعت احسن منك لاني مش هروح اعيش في مكان تاني، انا هجيبها تعيش معايا هنا. فناي اتعصب عليه وضربه واستغرب وعرف الكلام ده كله منين، وقال له يا ابني اللي انت بتعمله ده كله غلط لانك هتأذي كل اللي حواليك. بس هو ركب دماغه ومصمم وقال لهم مش هسيبها لاننا بنحب بعض. وكيو واقفه مصدومه مش مصدقه اللي بتسمعه وقالت له طالما بتحبها ليه اتجوزتني؟ وكريس كمان اتعصب عليهم وقال لشاي العروسه انا مش مصدق نفسي اني حبيتك في يوم من الايام وان في يوم من الايام اعتبرتك صاحبي. وخرجت كيو بره وهي منهاره من العياط، وبعد ما هديت خالص رجعت له عشان يتكلموا سوا وقالت له انت اتجوزتني عشان بتحبني ولا عشان تنتقم؟ فقعد يبص لها هو زعلان على كسرتها قدامه بس برضه ما رحمش ضعفها وقال لها انت اكيد مش غبيه لان اتجوزتك عشان انتقم. فقالت له يبقى انت نجحت
لان ابويا زعلان على اللي هو عمله، وانا كمان دلوقتي بقيت مكسوره ومجروحه، وطالما انت وصلت لهدفك يبقى نتطلق. واول ما سامعها جاب سيره الطلاق اعصابه باظت وعينه كلها حب لانه مجنون بيها، وقال لها مستحيل ان اطلقك، انا عايز اعيش معاكي كده، وما تفتكريش ان دي النهايه، انت ياما لسه هتشوف انت ووالدك. فقالت لشاي العروسه هتقبلي على نفسك تكوني عشيقته؟ بس شاي العروسه اساسا جايه في اي حاجه، وقالت لها طبعا هقبل طالما هكون معاه. فقالت لهم جاتكم القرف، ومن النهارده هنسى ان حبيتك في يوم من الايام. وسابتهم ومشيت وهي منهارة من العياط، وهو كمان زعل على زعلها بس فضل يكابر، ولانها ما استحملتش تشوفهم مع بعض فسابت لهم البيت خالص وراحت بيت والدتها، وقعدت تكلم والدتها وهي حزينه، وبتقول لها انا حزينه يا امي لانه بيكرهك ومش عارف اعمل له ايه عشان يسامح اللي بحبها. وهو اول ما عرف انها سابت البيت ومشيت جه وراها وشافها وهي بتعيط وسمع كلامها، زعل عليها اكتر وحس انه جرحها، بس برضه سابها ومشي اول ما جاله تليفون من صاحبه، وده لان كريس طلب منه ان هو يشتغل معاه في شركتهم، وده لان اخوه والدته كسروا له المحل بتاعه، وتاسف له ان هم شدوا مع بعض كذا مره، ووعدوا ان هو ما يتدخلش في حياته الشخصيه تاني. فبيت وافق ان هو يشغله في شركتهم. وتاني يوم في الشغل فضل طول اليوم قلقان لانها للاسف ما جاتش الشغل، وعينيه وجعته من البص على مكتبها، ومن كتر خوفه وقلقه عليها فكر انه يكلمها، ولسه يا دوبك هيرن عليها دخلت عليه الحربايه وهي مخنوقه لانه سايبها في البيت لوحدها، وشجعته انه يطلق كيو زي ما هي طلبت منه، ودي فرصتهم عشان يكونوا مع بعض ويتجوزوا. بس هو اتعصب عليها وقال لها مش فاضلك دلوقتي، ورجعت البيت تاني وهي مخنوقه لان الوقت اتاخر وبرضه بيت لحد دلوقتي ما جاش، وسايبها قاعده لوحدها في البيت زي قرد قطع لان مفيش حد في البيت طايقها اساسا، وقعدت ترن عليه كتير بس هو ما عبرهاش ولا رد عليها لان كان وقتها واقف حزين وهو بيراقب حبيبته الحزينه وهي بتتألم، ومع ذلك واقف زعلان عشانها وبرضه ما راحلهاش. وفي الشغل ناي طلب منه يسافر كوريا يخلص شغل مكانه، فاتخنق جدا لانه هيبعد عن كيو، ومع ذلك اضطر يسافر عشان يعني يثبت انه راجل وقد الشغل. واول ما وصل برضه كان مخنوق وقعد يفكر في كيو، وطلع تليفونه وقعد يقلب في صور الفرح بتاعتهم، والمفاجاه ان كيو سافرت كوريا ودخلت نفس الاوضه بتاعته، بس هو وقتها كان في الحمام بياخد شاور ويا دوبك لسه بتغير هدومه لقيته طالع من الحمام، فاتصدموا هما الاثنين اول ما شافوا بعض، وطلع ان ناي هو اللي مرتب كل الكلام ده عشان يخلوهم يقربوا من بعض بعيد عن الحربايه اللي قاعده له في البيت. فكلمت ابوه عشان تفهم اللي حصل، فقال لها انه عامل كده لانه عارف انها بتحبه وان ممكن بحبها تهديه وترجعه لعقله. وبيت لما اتاكد ان ناهي هو اللي عمل كده فقال لها برضه مهما تعملي مش هتغير اللي جوايا، فقالت له هقدر لاني بحبك، ولانها فعلا بتحبه اترمت في حضنه وقالت له وحشتني قوي. ايه انا ما وحشتكش ولا ايه؟ وهو اساسا هيتجنن عليها بس الشيطان لعب بدماغه حبتين وسابها وخرج، فطلعت تجري وراه وقالت له مش هسيبك الا ورجلي على رجلك لاني مش هكون مبسوطه غير معاك، وانا متاكده انك بتعاندني. بس هو سودها في وشها اكتر وقال لها ان شاي العروسه هي الوحيده اللي بتخليه مبسوط، انما انت بقى مش طايقك ولا عايز اشوف وشك اساسا، وسابها ومشي وهو متضايق. بس هي راحت وراه واتشعلقت في دراعه وهي طايره من السعاده، وكأي ست في العالم بتحب الشوبينج راحت جابت له سكارف هديه، فاول ما شافه انبسط بس بعد كده عمل نفسه متضايق، ولما شافها بتلعب بالاكسسوارات وهي مبسوطه فرح جدا لانه شايفها مبسوطه قدامه، بس كالعاده اول ما عينها جت في عينيه قلب وشه. ولما راحوا ياكلوا سوا في المطعم واللي كانوا فيه مع بعض لاول مره في كوريا، ولما جت تفكروا بالموقف اتضايق وقال لها مش فاكر حاجه، وسابها ومشي كمان وهو متعصب، وطلعت تجري وراه عشان تفهم ايه اللي قلبه فجاه كده، فقال لها هو متعصب ما كانش المفروض دخلت حياتي لانك من ساعه ما دخلت حياتي وانت قلبتيها ودمرتيها وخدت كل حاجه كان المفروض بتاعتي في يوم من الايام. فخدت كلامه ببساطه عشان ما تكبرش الموضوع بينهم تاني، وقالت له مش هبعد عنك ابدا لحد ما تبطل عنادك وتعترف انك بتحبني. بس هو صدمها اكتر وزعق لها وقال لها انا فعلا ما بحبكيش وهي دي الحقيقه وهفضل اكرهك العمر كله، وسابها ورجع الفندق وهي قاعده حزينه ومصدومه وما بقتش عارفه تصدق ولا تصدق نفسها لانها حاسه من جواها انه بيحبها زي ما هي بتحبه. ورجع الفندق وهو متوتر تاني لان الوقت اتاخر وهي لسه ما رجعتش، وطلع بسرعه عشان يدور عليها وهي في الوقت ده عماله تسكر عشان تنسى اللي بيحصل لها، لا وكمان قاعده ترقص للناس، وفضل يدور عليها لحد ما وصل لها، واول ما شافها بترقص لهم اتصدم والله انجر قدامي فضحطينا، ولانها شربت كتير لحد ما اتدهولت فشلها لانها اساسا ما بقتش قادره تقف على رجليها. واول ما وصلوا الفندق قال لها انزلي قطمت ظهري، ولا قوم استحمى ريحتك وحشه، ولانها رفضت فشدها بالعافيه فقامت له هي وزقته على السرير، فاتصدم ولا انت بتعملي ايه؟ فقالت له وهي ضايعه هغتصبك لحد ما تستسلم وتقول انك بتحبني. وبعد ما كانت بتضحك قلبت معاها دراما وقالت له انت ما تعرفش انت مهم بالنسبه لي قد ايه، انت لما خرجت من الحادثه وفكرت انك هتموت انا كنت حاسه اني هموت وراك، وحتى لما سبت لك البيت ومشيت كنت بقول لنفسي عمري ما هسيبك ابدا تطلع من حياتي، لان انت لما تكون زعلان بحس اني زعلان اكتر منك، ولما بتقولي بحبك بالنسبه لي انا بحبك اكتر، بس في الاخر سبتني عشان شايل العروسه الواطيه. بقى معقول تستخدم حب عشان تنتقم مني؟ واي نعم والدتي غلطت، بس لما فاقت وعرفت غلطها هربت من ابويا وعشت عمره كله من غير والدي. انت ما تعرفش احنا قاسينا قد ايه، وبعد كل ده مش عاجبك؟ ليه ما تنساش الماضي وتعيش حياتك؟ بس اعمل حسابك انا مش هسيبك المره دي ابدا، لاني مش هسمح لشايل العروسه تاخدك مني. وعيطت وقالت له مش هي بس، انا مش هسمح لاي حد ياخدك مني لان انت ملكي انا وبس، لان بجد بحبك قوي. واول ما اغمى عليها من كتر التعب فضل قاعد جنبها عشان يهتم بيها وهو بيقول لها انت فاهمه غلط لان انا اللي بحبك اكتر، بس هي طبعا نايمه ومش حاسه بحاجه، وفضل سهران جنبها طول الليل لحد ما قامت من النوم.
فقالت له واضح كده انك ما نمتش عشاني. فقال لهم اغسلي بس الاول عشان ريحتك وحشه. ولما قامت عشان تغسل فكعبلها برجله وقعدت على رجله. فقال لها يعني انت بتتحرشي بيا وانت سكرانه ودلوقتي وانت صاحيه جايه تقعد على رجلي؟ فقالت له عشان بحبك. فاتكيف وانبسط جدا. واثناء ما هم قاعدين ومبسوطين وفي قمه السعاده دخلت عليهم مفارقه الجماعات شاي العروسه. فكيو اول ما شافتها اتصدمت، انما بيت اللي ما عدتش فاهم له حاجه فرح جدا وطلع ان هو اللي بعت لها اساسا. وده لانه لما عرف ان ناي هو اللي بعت كيو فحب يبوظ له خطته ورن عليها عشان تجيله وعشان تضايقها وتبعد عنه. فقالت لها ان بيت طول الليل سهران جنبها لانها كانت تعبانه. بس بيت صدمها برضه للمره الالف وقال لها كل اللي عملته ده كان تمثيل وانت في النهايه وقعت في الفخ. ويتفاجئوا ان كريس داخل عليهم هو كمان لان ناي بعته لما عرف ان شاي العروسه سابت البيت وشك انها ممكن تكون راحت له وخدها ومشي عشان يسيب العرسان مع بعض. ولما بيت جه يروح وراهم فكيو مسكته عشان تمنعه يروح لها. ولما اتخانق منها طردها بره الاوضه. فقالت له برضه عمري ما هكرهك. بس هو قال لها بس انا برضه بكرهك فسيبيني بقى وحل عني. ورجعت له شاي العروسه وهي بتعيط وده لان كريس جرح كرامتها. كرامه دي اساسا وانت عندك كرامه؟ وقالت له ان كريس شتمها وهنها وان بيت اساسا ما بيحبكيش وانك مخليني جنبك عشان تنتقم من كيو. وقالت له عايزاك بقى تثبت لي دلوقتي انك بتحبني زي ما انا بحبك بالظبط. ولما جت تقرب منه عشان تغتصبه فقال لها مش هي دي الطريقه اللي هثبت لك بيها حبي. بس كيو لما رجعت دخلت عليهم في الوقت الغلط، في الوقت اللي كان بيلم لها فيها اشياء اللي فرطها عليه. فطبعا على طول شكت ان هم كانوا مع بعض وهو سودها اكتر وبسها قدامها. فقالت تبص عليهم هما الاثنين وهي منهاره ودخلت عليه وضربته قلم وقالت له انت جرحتني وكسرت قلبي فارجوك كفايه لحد هنا وكفاياك تعذب فيا لحد كده ويا ريت تطلقني اول ما نرجع وانت يا شاي العروسه اشبعي بيه لان خلاص انا استسلمت. وسابته وطلعت وهي منهاره من العياط بعد ما حطمها. وبعد ما هديت خالص راحت لمت هدومها وقالت انا راجعه دلوقتي ولما تحب تطلقني طلقني ومن النهارده تقدر تنتقم مني زي ما انت عايز لان انت بالنسبه لي بقيت ميت. واول ما رجعت رجع وراها على طول واتفاجئ انها موجوده في البيت. بس اول ما شافتهم ما ادتلوش انتباه فساب شاي العروسه وطلع على اوضه نومهم واتفاجئ ان هدوم كيو مش موجوده في الاوضه بتاعتهم وانها نقلتهم اوضه تانية. فاتعصب واتخنق واللي هو مش عارف ازاي بعد كل اللي عملوا فيها. وكريس كمان حب ينتقم منه وعشان يدمر بيته ودمر شركتهم سرب خبر للصحافه ان تيب مش ابن ناي. وبالفعل الخبر اتنشر وبقى في كل مكان. وبرغم من كل اللي هو عمله فيها اول ما عرفت الخبر اتضايقت وهو لما راح الشركه تاني لقى الصحافه مقابلاه وبيسالوه عن صحه الخبر المنتشر. فاتصدم طبعا وما قدرش يرد عليهم. واول حد جه في باله كانت كيو وفكر ان هي اللي سربت الخبر عشان تنتقم منه واتعصب عليها كمان وكان هيضربها. ومع ذلك لما دخلت اجتماع المساهمين برضه انكرت الحقيقه وكدبت اللي بيتقال في الصحافه. ضحت بنفسها تاني عشانه وعشان ابوها لان الموضوع ده هيأثر على الشركه مش على بيت بس. وقالت لهم ان بيت هو ابنه وان هي مجرد واحده عاديه نايت بناها عشان يعطف عليها. فبيت اتصدم اول ما سامعها وهي بتتكلم وبقى مستغرب هي ليه عملت كده لان دي كانت فرصتها انها تنتقم منه وتثبت انها بنته. واول ما خرجت من الاجتماع راح لها بسرعه ولان نفسه متسلط عليه ومفكر الناس كلها بتنتقم. فقال انت بتخططي لايه وناوي على ايه بالظبط لان مش مصدق كل اللي انت بتعمليه دلوقتي. بقى تسرب الخبر وجايه دلوقتي عامله فيها بطله. فقالت له هي مصدومه من تصرفاته وكلامه انا مش فارق معايا مين اللي هيكون الوريث فينا لان دلوقتي انا عايشه في الحاضر مش دافنه نفسي في الماضي زيك وكل احلامي اني اعيش سعيده واشوف ابويا سعيد. انما واحد زيك ما يفهمش الكلام ده لانك ما بيفرقش معاك الا نفسك وما بتهتمش باللي حواليك. وقالت له انت اكيد مختل ومش طبيعي لان انا كل هدفي ان احمي الاحياء من المشاكل والاموات من الاشاعات الفظيعه اللي هتطلع عليهم. ولما جت تمشي حس انه شاف واحده تانية قدامه بتتكلم غير كيو اللي كان يعرفها واللي كانت دايما بتتمنى رضاه وخصوصا بعد المقابله الجافه اللي قابلتها له اول ما رجع. وافتكر كلامها لما قالت له انت دوست على قلبي وحطمتني وعشان كده ما رضاش يسيبها تمشي. ولما جت الحربايه تمنعه يروح معاها فزعق لها وخد كيو ومشي وخدها في مكان لوحدهم بعيد عن الناس وقال لها انا عايز اعرف الحقيقه انت ليه حمتيني. فقالت له عملت كل ده عشانك لان ما اقدرش اشوف حد بحبه بيتاذي قدامي. ولما جت تمشي حضنها وما رضاش يخليها تمشي فقالت له كفايه لحد كده وارجوك ما تاذينيش اكتر من كده لان خلاص تعبت ومش قادره اتحمل ولو ما بتحبنيش بجد سيبني في حالي لانها كل ما بتامل له وتقرب منه تاني يرجع يقسى عليها اكتر. وطالما اخترت شاي العروسه يبقى خليك معاها. وسابته ومشيت وهي تعبانه بس هي كسرته اكتر وحسسته قد ايه انه صغير قدام نفسه. وراح وراها بسرعه البيت وقال الخدام هترجع هدومها لاوضتهم بس هي رفضت لانها عايزه تنام في اوضه والدتها. فقال لها شكلك نسيت انك متجوزه راجل. فقالت له ايوه والله نسيت. فقال لها بس انا ما نسيتش ولازم تنامي معايا في نفس الاوضه. فشاي العروسه سمعته وهو بيقول لها فاتعصبت واتضايقت وبقت عايزه تولع في كيو. وفي الشركه ناي اكتشف ان في ملايين مختلسه من الشركه وبيت كمان موقع الورق. فبيت اتصدم لانه فكر ان هو اللي سرق الفلوس بس ناي واقف عن الشغل لانه توقيعه موجود على الورق وحس انه بيعمل كده لانه عايز ينتقم منهم. ومسك كريس وقعد يزعق له لانه هو اللي خد الحسابات ووراها لناي قبل ما حتى يفكر يرجع له ولانهم كمان كانوا هيشدوا مع بعض. فكيو قالت له ان هو عمل الصح وان اللي غلطان في الليله دي كلها هو. فبيت اتصدم اول ما حس انها بتنصره عليه وانها مصدقه فعلا انه سرق الفلوس. ولما رجع البيت والوقت اتاخر وكيو لسه لحد دلوقتي ما رجعتش وهي وقتها كانت بتاكل مع كريس واستاذنته تدخل الحمام. ولما رن عليها عشان يطمن عليها لقى كريس اللي برد عليه وجننه اكتر لما قالوا انها في الحمام وما رضاش يقول له على مكانهم.
فتعصب واتجنن لان حس ان كيو بتضيع من ايديه. ولما رجعت البيت لقيته مستنيها وقال لها وهو متعصب عليها انبسطت مع كريس يا هانم؟ فغزته وقالت له ايوه انبسطت، وسودتها على دماغه اكتر وقالت له بحس بالامان وانا معاه. فقال لها بقى انت مبسوطه وجوزك وقع في مشكله؟ فقالت له ما انا قلت لك قبل كده انت ميت بالنسبه لي ومشاكلك دي ما تلزمنيش، ولو محتاج حد يهتم بيك اطلع للعروسه اللي فوق. فشالها بالعافيه عشان ياخدها اوضتهم وقال لها انت المفروض تقوم بدورك كزوجه والمفروض تكوني في صف مش في صف حد تاني. فقالت له خلاص ده كان منه وخلص وكفايه كده وإلا هكرهك. فاتجنن عليها وقال لها انت عمرك ما هتكرهيني، انا عارف انك بتحبيني. فقالت له خلاص ما دمرت كل الحب اللي جوايا ليك وكل اللي جوايا دلوقتي كره وبس. فاتجنن عليها ومرضاش يسيبها لان حس ان حياته بتتدمر من غيرها. فشال العروسه اول ما سمعتهم مع بعض عقلها طار وانهارت ملايات وهي مش مصدقه اللي بتسمعه، بس هي اللي عملت في نفسها كده. فضلت متمسكه طول الوقت بحبال دايبه وهي عارفه ومتاكده انه بيحبها، ومن كتر عياطها تعبت جامد وراحت المستشفى. ولما رجعوا الشركه الموضوع كبر لدرجه ان هم فصلوه لان للاسف كل الادله بتقول ان هو اللي عملها. وبسبب الموضوع ده ناي حالته اتدمرت نفسيا لانه للاسف مش قادر حتى يعمل حاجه البيت لان كل المساهمين ضغطوا عليه، ولانها حست انه اذاها واذى ابوها فطلبت منه الطلاق. ولما جت تدور الخاتم بتاعه رفض ياخده فرمته في وشه وسابته ومشيت. وحتى لما رجع البيت تاني لقى ناي مش مهتم بيه ولا حتى بيشتمه ولا بيضربه زي عادته لانه حس ان هو بينتقم منهم. وقالوا لو انت عملت ده عشان تنتقم مننا فكفايه لحد كده لاننا تعبنا بجد. فبيت اتصدم لان حس من كلامه انه بيقول له اخرج من حياتنا. واول ما سابه ومشي بيت انهار من الصدمه وقعد يعيط وحس انه خسر اكتر اتنين بيحبوه وكانوا طول الوقت جنبه وكانوا بيتمنوا له رضا يرضى واخيرا يفوق بيت من اللي هو فيه. واول ما بدا بشيل العروسه وراح لها المستشفى وقال لها انه كان بيكذب عليها وانه عمره ما حبها اساسا وانه عمره ما هيتجوزها ابدا. وقال لها انه كذب عليها لانه كان عايز ينتقم من ابو كيو عشان يشوفهم بيتألموا زي ما والدته اتألمت. بس شيل العروسه اتجننت اكتر لانها للاسف مرمطت بكرامتها الارض وخلت كل الناس تجيب سيرتها، وفي الاخر كل ده طلع وهم. ولما ضغطت عليه قال لها انا بحب كيو وعمري في حياتي ما حبيت غيرها وطول ما كنت معاكي عمري ما حسيت بطعم السعاده ابدا. واول ما سابها ومشي انهارت من الصدمه وقعدت تعيط وتصوت على اخرها. ولما حس بالندم راح لوالده عشان يعتذر له ووطى على رجله كمان عشان يبوسها فسامحه على طول لانه اساسا بيحبه. وراح كمان عشان يعتذر لكيو بعد البلاوي اللي هي عملها فيها فسامحته على اللي عمله فيها، بس طلبت الطلاق منه برضه لانها عارفه انه كل يوم بحاله وساعة بيكون حلو معاها قوي وساعات بيكون معاها زفت الطين. وقالت له خلاص انت بقيتش تلزمني وهبدأ حياة جديدة من غيرك. فقعد يترجاها لانه مش هيقدر يعيش من غيرها بس هي برضه رفضت. فاتأسف لها وسابها ومشي وهو عمال يبص لها وهو بيعيط لانه حس انه خلاص خسرها للابد. وساب لها البلد خالص وراح كوريا وطلع برضه المنديل بتاعها وقعد يفكر فيها. ولما طار منه المنديل اتفاجئ ان هي اللي جايبه له وجايه فقعد يبص لها وهو حس انه بيحلم وما يعرفش فعلا انها جات له بعد ما عرفت من ابوه ان هو سافر لانه بعد ما ترجاها ترجع له وهي رفضت. ولما سابها ومشي قعدت تبص عليه وكانت مستنيه يرجع لها تاني زي ما هي يعني كانت بتعمل معاه دايما، وفي كل مره كان بيضايقها كانت هي بترجع له. واتصدمت لما عرفت انه مشي وعشان كده راحت له هي بنفسها وقالت له بقى معقول كنت بحتفظ بالمنديل ده انت على كده بقى حبيتنا من اول نظره؟ فقال لها بكل ثقه ايوه، وقال لها من النهارده وعد هكون كويس معاكي ومش هجرحك تاني ابدا. وقال لها سامحيني على كل لحظه زعلتك وضايقتك فيها ومن النهارده مفيش بينا غير الحب وبس. وبكده تخلص قصتنا مع الحب بعد الانتقام لسنين. صحيح بالمناسبه شايل العروسه هي كمان حنت على كريس بعد ما لقت ان هو الوحيد اللي واقف جنبها وعرفت ان هو قدرها هو كمان. وفي النهايه اتمنى يكون الملخص عجبكم وانتظرونا في قصه جديده ان شاء الله. سلام.